السلام عليكم. اليوم بستكشف أكبر 3 أماكن في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد المؤمن من قناة مستر فوكي. عدنا للمقدمة القديمة يعني. المهم والله الفكرة بشكل مختصر. فكرة اليوم بزور أكبر 3 أماكن في تركيا، ويعني من كثر ما هي كبيرة يعني حتى تشات جي بي تي ما يعرف كم كبرها. ما شاء الله يعني. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. المهم، علشان هذا الحسد، علشان لا يقولوا إذا بعد يومين ينفجر هذا الأماكن، أنا والله مالي صرح. والله أنا مو خطة ماسونية، والله أنا مسالم زيكم. لا يكون أنتم ماسونين قاعد تتفرجون علي. امم لا ما أعتقد متابعيني هم. هذا لا متابعين. معلش بس والله العظيم. شوف هذا الترانزيشن يا عيال. شوف ايش رايكم يا عيال في الترانزيشن؟ هذا من ابداعات المونتاج 50 سنة. لا تسألوني، أصلا قبل 50 سنة ما في شيء اسمه مونتاج. على طول تصور على طول زي مودي الأسمر يصور من 50 سنة. ما عنده كت ما شاء الله عليه. الرجال تاريخين والمجد والعلياء. المهم، فأنا الآن في أكبر جامع موجود في تركيا، هو جامع، والله نسيت ايش اسمه، باشكشير، يمكن جامع باشكشير الدولي هذا. المهم هذا الجامع من أكبر الجوامع في تركيا. يلا ناخذكم في نظرة استطلاعية، كنا ناخذ هذه في المدرسة، فأنا بعيشكم نفس السيناريو، خليكم في المكتب. الآن يا عيال احنا وصلنا للمسجد هذا. شوف هذا من الداخل، ما شاء الله، والله كبير. شوف الساعة كم علشان تعرفون أنا أتعب في محتوى. الساعة 10 الصباح. والله إذا لم تقدرني فاضع لأجل والله إني كلست، أقسم بالله. كنت أبغى أقول يا عيال إنه لو تقدرني حط لايك، يعني لو تحب بالله عليك حط لايك واشتراك. والله أبغى أوصل 500 مشترك قبل نهاية السنة. لو وصلناها بعمل سحب جيف أواي، بس جيف أواي على إيش ما أنا ما أعرف صراحة. يعني لو فجأة حصلت الستاند حقي ذا، لو حصلته مع عندك في البيت أنا ما أعرف. أنا قلت لكم جيف أواي بس معلش أهم شيء. المهم فحط لايك واشتراك، وإن لم تضع لايك واشتراك على من الشيطان قد منعك. شلي على المكان الثاني. اوبا، وصلنا المكان الثاني هو بطل. المهم هذه هي، شو هذا اللي يبغى يروح لها لو نتذكرت هذا. المهم هذه هي أكبر مكتب موجودة يمكن حتى في العالم، مو بس في تركيا. ما أعتقد والله، بس إنه من أكبر المكتبات في العالم. هذه المكتبة تسع فوق 1000 شخص. لا مو بس بالراحة، بعد الراحة. أيوة، وفيها في آر، يعني في آر ومجاني بس لسه ما انفتح. فأنا والله حاولت أدخل بس قالوا لي مستحيل تصور. فكل شيء إلا التصوير، أنا يقولوا لي لا تصور، فصورت خارج في البوابة. المهم هذه هي اللي يبغوا يروحوا لها. المهم هذه هي موجودة في كيا شهير جنب البلدية. هذه يعني أنت تعمل هنا مشاكل على طول بلدية سجن. ما في معاه، ما تمزح مع هذه دايركت على طول. خليكم على المكان الثاني. المهم يا عيال، الحين رجعنا، بس والله العظيم صارت 200 مشكلة. الحين انت تتوقعون احنا فين؟ ساحة فاضية صح؟ بس لا يا حبيبي، هذه الساحة فاضية لأنه قدامي في ملعب، بس ممنوع إني أصور الملعب. فهذه يا عيال هذه هي الباركينج حق الملعب. الملعب هو أتاتورك أولمبياد ستاديوم. هذا هو ملعب، يعني ملعب تركيا الدولي. يعني لو جاء البرتغال يلعب مع تركيا ما يلعبون بأي ملعب عادي، يلعبون في ذا الملعب. المهم، فأنا الآن مقابلي الملعب. فشوفوا هناك على اليمين، لو تبون تشترون تذاكر هناك على اليمين. يعني كذا الملعب هذه مكتوبة قدامي جي، آه مدخل جي على يمين، مدخل جي تقدر تشتري تذاكر. فأنا الآن من أكبر الملاعب. والله يمكن كان يتسع حوالي 50,000 شخص وفوق، أعتقد كذا. المهم، والله العظيم، وصورت لكم كمان، كنت بصور لكم في أكبر محطة مترو في العالم، مو بس في تركيا.
أيوه بس والله العظيم وقفوني، فوالله أنا آسف، وأنا أتعب علشان المحتوى والله كله. يعني أنا قاعدة أصحى الساعة 7 الصباح كل شيء هذا بس علشان رضاكم، علشان يا أخي خلاص يا أخي حط لايك يا أخي، خلاص لا تصير بخيل يا أخي، حط لايك واشتراك، حط لايك يا هو. لا تبخل علينا باللايك، ترى والله إني أسوي كل هذا المحتوى بس علشان اللايك والاشتراك، والله. علشان المشاهدات شويتين. المهم والله ما خلوني أصور، ووقفني كمان السكيورتي كذا، والله كانوا ممكن يسحبون جوالي ولا كاميرا من على أهلي، عوافي كلها علشان المتابعين. فحط لايك والله العظيم يشهد الله إني ما قاعد أكذب عليك. حط لايك يا هو، خلاص لا تبخل علينا يا ولد. يا ولد حط لايك يا ولد، يا ولد حط لايك يا ولد، يا هو يا حط خلاص. شوف الآن أنا وين، هذه حديقة ما شاء الله. شوفوا تعرفون وين أكبر محطة مترو؟ قاعدين تشوفون هناك، هذه وين، دقيقة خلنا أكبر لكم. شايفين هذه الصفرة هذه أكبر محطة مترو، هذه أكبر محطة، بس والله ما قدرت أصور لكم. وهنا كان معكم أخوكم عبد المؤمن من قناة مستر فواكه، وأتمنى تضع لايك واشتراك وسبسكرايب، ونشرها في جروبات العيلة، في جروبات أي شيء. نبغى نوصل هذا الفيديو، لو وصل 1000 مشاهدة والله كويس نعمة الحمد لله. ف كان معكم أخوكم عبد المؤمن من قناة مستر فواكه، والسلام عليكم. صح 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 يا عيال، نسيت أقول لكم، لو تبغون نتابع مباراة من قلب الملعب وصلوا هذا المقطع 1000 لايك، والله أتابع إن شاء الله. يعني أتابع لكم، أوريكم كذا مباراة كاملة. فالسلام عليكم. قاعد أمنتج الساعة 12 بالليل، ما أدري واحدة. المهم فهذه فقرة توصيل المقطع إلى 7 دقائق، فالآن خلصت 7 دقائق، والسلام عليكم.